برنامج سامي والناس برنامج ثقافي اجتماعي رياضي فني لخدمة المجتمع المصري، يناقش كل قضايا المجتمع المصري ويعرض كل الحالات الإنسانية، كما نعرض كل الفقرات الثقافية والفنية من معارض فنية تشكيلية ومن مواهب غناء وشعر وزجل وإنشاد ديني وقصة وتصوير إلى غيره. برنامج سامي والناس في خدمة المجتمع المصري. اهلا بكم اعزائي المشاهدين في هذا اللقاء الاسبوعي المتجدد دائما معكم في برنامج سامي والناس. الحقيقه النهارده هنروح لمعرض من اهم المعارض الجميله قوي والرائعه في عالم الفن والفنون التشكيليه، وهو معرض شمس الفنون الذي أقيم داخل كلية التربية النوعية جامعة عين شمس، هذه الجامعة العريقة في جميع المجالات والتخصصات. المعرض كان تحت رئاسة وتنظيم وتنسيق الدكتورة والفنانة هبة محمود، الحقيقة اللي قدرت تجمع كل الفنانين المشاركين خصوصا من الأطفال من سن 4 سنوات إلى سن 14 سنة بأعمالهم ولوحاتهم الجميلة الرائعة والمتميزة، كمان من خلال الألوان والريشة والمنظور والظل والنور والتدريبات الجميلة قوي والمجهود الكبير قوي اللي هي عملته معاهم عشان يطلع هذا المعرض بهذه الصورة المشرفة الجميلة. كلمة الترحاب في بداية المعرض لكل من الدكتور أسامة سيد مصطفى عميد كلية التربية والدكتورة داليا حسين فهمي وكل الحضور الكريم اللي جه حضر معرض شمس الفنون، وعلى رأسهم الفنان العالمي فتحي عامل ملك السريالية في لوحاته، والفنان والدكتور محمد سيد بجامعة الأزهر ملك المدرسة التأثيرية، والفنان عادل بنيامين، والفنان والدكتور الكبير إسماعيل صيام، مع المجموعة الكبيرة قوي من المهتمين من رواد الفن التشكيلي، وكمان كل أولياء الأمور اللي اترسمت البهجة والسعادة على وجوههم في هذا المعرض الرائع الجميل. وانت ماشي في مصر سلم عاللي ربى وعاللي علم، واللي كبر واللي عقل واللي هاوت واللي فهم. وانت ماشي في مصر سلم عاللي ربى وعاللي علم، واللي كبر واللي عقل واللي هاوت واللي فهم. عالتاريخ اللي بيكتب اسمها في كتابه حاضر، عاللي بتربي ابنها من صغره يكبر يبقى راجل. عالتاريخ اللي بيكتب اسمها في كتابه حاضر، عاللي بتربي ابنها من صغره يكبر يبقى راجل. عالبنا والبنايين والخضار والفلاحين والايدين الشقيانين، لف بعيونك وشاور، انزل امشي في الشوارع، زور كنيسة ودير وجامع، اللي شاف غير اللي سامع، مصر سحر مالهش آخر. عالبنا والبنايين والخضار والفلاحين والايدين الشقيانين، لف بعيونك وشاور، انزل امشي في الشوارع، زور كنيسة ودير وجامع، اللي شاف غير اللي سامع، مصر سحر مالوش آخر، مصر سحر مالوش آخر. مساء الخير. بداية طبعا حابة أوجه كل التحية والشكر والتقدير لأستاذ دكتور أسامة سيد، إن هو فتح لنا فعلا مجال إن إحنا نشجع طلبة وأطفال صغيرين أعمارهم
بتبدا من 4 سنين لحد 13 سنه، وان هم يشوفوا نفسهم كبار ويشوفوا نفسهم على الطريق الصح. اطفال كتير قوي بتضيع وقتها قدام التابلتس والتي في والسوشيال ميديا وحاجات كتيره قوي، سكرينز كتيره قوي. وفي اطفال زي اطفالكم يعني حقيقي هم موهوبين وشاطرين ان هم قادرين يعملوا حاجه مفيده في المجتمع ويقدموا رساله معينه او وجهه نظر عن طريق without speaking، عن طريق الرسم او الفن. فانا بحييكم، وطبعا يعني جزيل الشكر لاستاذ دكتور اسامه ان هو النهارده كان في مؤتمر هو دكتوره داليا في اسماعيليه وجاي من المؤتمر على هنا على طول، فدي يعني حاجه عظيمه قوي. شكرا جزيلا دكتور اسامه. اشكر الناس اللي قطعت مسافه طويله وسابوا شغلهم ومحاضراتهم، ويعني دكتور اسماعيل عصام حابه اوجه له كل التحيه والتقدير، دكتور عادل بنيامين، دكتور محمد السيد، انا ممتنه لحضوركم النهارده وانتم نورتونا، وان شاء الله باذن الله لما الاطفال تسمع تعليقاتكم ياخدوها في الاعتبار ويبقوا اشطر وافضل مما هم يعني موجودين عليه. شكرا جزيلا. حابه اشكركم واحد واحد. اشكر اولياء الامور الكرام اللي حقيقي بيبذلوا مجهود اكتر من الطبيعي، يعني كل اولياء الامور بيهتموا اكتر بالمجال الدراسي والاكاديمي ان هم يذاكروا ويحفظوا ويخشوا الامتحان ويجيبوا الفول مارك. الفن رساله وبينمي قدرات جميله قوي عند الاطفال من هم صغيرين، فلما بنهتم يعني بالموهبه من الصغر لما بيكبروا اعتقد هيكونوا افضل وافضل، واتمنى ان هم يكونوا افضل ناس في الدنيا. كلكم شاطرين وانا فخوره بيكم جدا جدا جدا. هنبتدي بتوزيع التكريمات، بس في الاول حابين نستمع الى عزف صغير قوي لاصغر الفنانين في الاوبرا بيعزفوا جيتار. تاج الدين حازم ومنى من الحاجات الجميله قوي اللي اعجب بها الاستاذ الدكتور اسامه سيد مصطفى عميد الكليه هو اعجابه بهذا المهرجان الجميل مع كل رسومات الاطفال، مع الملتقى الجميل اللي اقيم داخل كليه التربيه النوعيه، على انه هيتبنى الفكره ان شاء الله باذن الله، وهيكون في اكتر من لقاء داخل الكليه، وكمان هيكون في ورش عمل ومحاضرات جميله جدا عشان كل الناس تستفيد. الفن هو لغه صوتها عالي قوي، يعني صوتها عالي. انا تخصصي مش فني، يعني انا تخصصي تغذيه علاجيه يعني، لكن بتشرف طبعا ان انا بقود كليه فيها كل هذه الفنون. كليه التربيه النوعيه مش بدعي عشان انا عميد الكليه في الفتره الاخيره، لكن احنا اصبحنا منبر ومناره للفنون في، على الاقل مش عايز اقول على مستوى الجمهوريه، لكن على الاقل على مستوى المنطقه اللي احنا بنشتغل فيها. منها الاحتفاليه بتاعت النهارده، لما جت الدكتوره هبه بتقول لي عايزين نعمل احتفاليه، قلت لها الكليه مش معموله على فكره احنا فاهمين الجامعه غلط، وفاهمين الجامعه ان هي مكان لتعليم الطلاب. لا، الجامعه مكان لبناء الشخصيه ايا كانت. خلاص، اطفالكم اللي هم على ايديكم دول اللي هم قاعدين، هم مش هتروح من ذاكرتهم هذا الاحتفال هذا اليوم، وهيفضل كبير وهيحكي لاولاده ان انا حصل كذا كذا. فانا تحمست للفكره دي ده يعني بسرعه، وقلت لها ان الكليه هتستضيف الملتقى ده، وان شاء الله المرات الجايه نعمله ملتقى باكثر تنظيما، بالقاء محاضرات، بعمل ورش عمل لايف لاولادنا في المدارس بتاعتنا، وهتبقى الامور افضل كتير. طبعا شرفت كليه التربيه النوعيه جامعه عين شمس
وانا اتشرفت بيكم واتشرفت بالاساتذه الفنانين. واثناء تجوال كاميرا برنامج سامي والناس زي ما احنا متعودين دايما ننقل لكم كل معارض الفنون التشكيليه، وهو البرنامج المتخصص الوحيد لفت نظرنا مجموعه كبيره جدا ورائعه وجميله لكل المشاركين من الاطفال من الفنانين والفنانات بلوحاتهم المبهجه التي اسعدت كل رواد المعرض، خصوصا كل اولياء الامور اللي كانوا مصاحبين لاولادهم، وقد ايه الفرحه والسعاده والبهجه والسرور كانت مرسومه على وجوههم اثناء تقييم كل لوحاتهم من كل اساتذه الفن الجميل اللي هم قاموا بافتتاح معرض شمس الفنون للفنانه والدكتوره هبه محمود. هنشوف معاكم بعض اللقاءات اللي رصدتها كاميرا برنامج سامي والناس مع كل الفنانين المشاركين داخل المعرض بلوحاتهم الجميله الرائعه، واللي اجرى اللقاءات الاعلاميه ياسمين احمد. من داخل ملتقى شمس الفنون بكلية التربية النوعية جامعة عين شمس، يسعدني أن ألتقي بالفنان الصغير اللي بيشارك معانا دايما في كل المعارض. عرفني بنفسك أكتر يا فنان. يوسف أحمد محمد لطفي في برايمري 1 سي عادي نورمال سكول. كلمني يا يوسف عن لوحاتك الجميلة دي. أنا رسم قطتين على جذع الشجرة في الغروب. برضو علاقة الأم والطفل. تمام. كلمني عن الألوان المستخدمة في اللوحة. إكرارك. طيب مين اللي شجعك أصلا على الرسم؟ ماما وميس هبة ودكتور محمد السيد. طيب لو حابب توجه كلمة شكر اللي خلاك ترسم لوحة حلوة زي دي توجهها لمين؟ ربنا ثم ماما وبابا وميس هبة وتيتا ودكتور محمد السيد. بتحب الرسم يا يوسف؟ جدا. ميرسي يا حبيبي على اللقاء الجميل ده. ميرسي يا ماما. داخل الملتقى معانا الفنانة الجميلة الصغيرة، عرفيني بيكي. نور أحمد. كلميني عن لوحتك يا نور. ورد، ورق. تمام. ايه الألوان اللي استخدمتيها في لوحتك؟ فيلم. لو مين اللي شجعك أصلا على الرسم؟ ماما، دكتور هبة. تحبي أصلا الرسم؟ لو حابة بقى تقولي شكرا للي خلانا نرسم لوحة حلوة زي دي تقولي لمين؟ ماما، ربنا، دكتور هبة. ميرسي ليكي يا حبيبتي على اللقاء ده. ميرسي. ممكن حضرتك بقى توجهي لها كلمة تشجيعية؟ نور متعددة المواهب، هي محتاجة تثق في نفسها شوية. هي بتلعب سباحة، بتلعب كاراتيه، بتلعب جمباز، فهي ما شاء الله عندها مواهب كتير، هي بس محتاجة شوية ثقة مش أكتر يعني. ميرسي لحضرتك. شكرا. ميرسي ليكي. من داخل الملتقى معانا الفنانة الصغيرة الجميلة، عرفيني بيكي. ليلى عبد الله محمد. كلميني عن لوحتك الجميلة دي يا ليلى. زرع، مية، سما. ملوناها بألوان ايه؟ بألوان مية. جميلة قوي. مين بقى اللي شجعك على الرسم يا ليلى؟ بابا وماما وخالته نوش. بتحبي الرسم؟ طب بقى لو حابة توجهي كلمة شكر اللي خلاكي ترسمي لوحة حلوة زي دي تقولي لمين؟ ربنا، ماما هو والدكتور هبة. ميرسي يا حبيبتي على اللقاء الجميل ده. شكرا. شكرا. داخل المعرض معانا الفنانة الجميلة، أتعرف بيكي؟ عسيل. كلميني عن لوحتك الجميلة دي. اللوحة طبيعية. تمام. ايه الألوان اللي استخدمتيها في اللوحة دي؟ ألوان مية. مين بقى اللي شجعك على الرسم يا أسيل؟ ماما وبابا ودكتور هبة. تحبي الرسم؟ طيب لو حابين بقى نوجه كلمة شكر اللي خلانا نرسم لوحة حلوة زي دي نوجهها لمين؟ ربنا وماما وبابا ودكتور هبة. ميرسي يا حبيبتي على اللقاء الجميل ده. باي باي. باي باي. من داخل المعرض قابلنا الفنانة الجميلة اللي بتشارك معانا دايما في كل المعارض، عرفينا بنفسك أكتر. اسمي أروى صفوت. كلميني بقى عن لوحتك الجميلة دي يا أروى. رسمة عن الحضارة المصرية القديمة، رسم نفرتيتي والأهرامات. رسمة جميلة جدا. ايه الألوان المستخدمة فيها؟ ألوان أكليريك. مين بقى اللي شجعك على الرسم؟ ماما وبابا والميس بتاعتي. طيب لو حابة بقى توجهي كلمة شكر اللي ساعدك ان خليكي ترسمي لوحة زي دي توجهيها لمين؟ أول حد أوجهه لربنا، وبعديها ماما وبابا والميس مريم ودكتور هبة. ميرسي يا حبيبتي على اللقاء ده. شكرا. ومعانا والد الفنانة الجميلة أروى صفوت الخولي. أهلا بحضرتك. أهلا يا فندم. يا ريت بقى تقول لنا كلمة حلوة لأروى كده تشجعها.
نقول الأروى فنانة إن شاء الله، تبقى فنانة كبيرة وإن شاء الله تبقى مشهورة في كل المعارض بإذن الله، زي ما هي بدأت الخطوة الأولانية إن شاء الله تبقى من الفنانات الكبار في مصر إن شاء الله في الوطن العربي. ميرسي لحضرتك جدا. شكرا فندم. من داخل المعرض قابلنا الفنان المتميز اللي كمان بيلعب جيتار. عرفنا بنفسك. تاج الدين حازم. كلمني عن لوحتك الجميلة دي. رسم جيتار طبيعي. والأوتار دي عاملها ازاي؟ جبتها ولزقتها على الجيتار. لوحة مميزة جدا. ايه الألوان اللي استخدمتها في اللوحة؟ اكليريك. بتحب الرسم يا تاج؟ شاركت طبعا في معارض قبل كده. لو حابب بقى توجه كلمة شكر اللي خلاك ترسم لوحة حلوة زي دي، توجهها لمين؟ لربنا وبابا وماما دكتورة هبة. ميرسي يا حبيبي على اللقاء الجميل ده. شكرا. من داخل المعرض قابلنا الفنانة الصغيرة الجميلة. عرفيني بيكي. ليلي. كلميني عن لوحتك يا ليلي. جكر، طريق، سما، خضار. وايه الألوان اللي انتي عاملاها في اللوحة؟ مية. ماشي. مين شجعك على الرسم بقى يا ليلي؟ ماما، بابا. لو حابين نوجه كلمة شكر اللي خلانا نرسم لوحة حلوة زي دي، نقولها لمين؟ ربنا، بابا، ماما. ميرسي ليكي على اللوحة الحلوة الجميلة قوي دي. شكرا. معانا الفنانة الجميلة الرقيقة. عرفيني بنفسك. زهراء عبد الله، عندي 10 سنين. كلميني بقى عن لوحتك الجميلة بألوان جميلة دي. ده غروب الشمس وموج البحر وهنا الرملة. جميلة جدا والوانها تحفة. بتحبي الرسم؟ مين أصلا شجعك على الرسم؟ ماما وبابا ودكتور هبة. شاطرة في المدرسة بقى ولا رسم مقصر؟ شاطرة. طيب لو عايزة تقولي شكرا للي خلاني أرسم لوحة حلوة زي دي، توجهها لمين؟ ربنا وماما وبابا ودكتور هبة. ميرسي يا حبيبتي على اللقاء الجميل ده. شكرا. من داخل المعرض قابلنا الفنانة الصغيرة الجميلة. عرفيني بيكي. رنزة. ممكن تكلميني عن لوحتها؟ أنا مامة رنزة، هي بتحب الرسم قوي والجمباز والباليه، فحاولنا ندمج اللوحة بتاعتها. هي رسمت الباك جراوند وساعدتني في إن هي ترسم الباليرينا بتاعتها، وأنا ابتديت أطرز عليها شعرها بالخيوط، والفستان عملته بالدانتيل، ودخلنا عليه شوية حاجات خامات تانية تحسن اللوحة أكتر وتخليها شكلها أفضل. إن شاء الله الموهبة للطفلة والأم. كلميني عن الألوان المستخدمة في اللوحة. دي ألوان بوستر. رنزة استخدمت فيها فرش لدمج الألوان، ورسمت الأعشاب بفرشة تانية خاصة بيها برضو. تحبي بقى الرسم يا رنزة؟ لو حضرتك حابة توجهي كلمة شكر توجهيها لمين؟ طبعا لرنزة ان هي بتحاول تحسن من نفسها وبتحاول ان هي تظهر موهبتها، والباباها طبعا بيحاول يخليها دايما تشترك في حاجات اكتر تخلي تظهر الحاجات بتاعتها والمواهب بتاعتها. لو حابة بقى توجهي كلمة شكر توجهيها لمين؟ ماما وبابا وطنط هبة. ميرسي يا حبيبتي على اللقاء الجميل ده. شكرا لحضرتك. عفوا. شكرا لحضرتك جدا. من داخل المعرض قابلنا الفنان الجميل. عرفني بنفسك. عبد الرحمن عبد الله، عندي 8 سنين. كلمني عن لوحتك الجميلة دي. السماء ونهر البالون كتير. ايه الألوان اللي استخدمتها في لوحتك؟ ألوان مية. بتحب الرسم؟ مين أصلا شجعك بقى على الرسم؟ ماما وبابا وطنط هبة. طيب لو عايز بقى تقول شكرا للي خلاني أرسم لوحة حلوة زي دي، تقول لي مين؟ أقول لطنط هبة. شكرا. ميرسي على اللقاء الجميل ده. من داخل المعرض قابلنا الفنانة الجميلة. أتعرف بيكي؟ أنا اسمي ملك عمرو، عندي 10 سنين. أنا في مدرسة دار حنان لانجويت سكول. كلميني عن لوحتك الجميلة دي. اللوحة دي اللي بتتكلم إن هو كاميرا بتصور منظر طبيعي وشلال وبيت وجبال وغروب شمس. عندك مواهب تانية غير الرسم؟ بعرف أعزف جيتار، وبعرف أعمل دوبلاج، وبعرف أغني، وبعرف أعمل حاجات كتير تانية. ايه الألوان بقى اللي استخدمتيها في اللوحة الجميلة دي؟ استخدمت ألوان مية وألوان خشب. طيب لو حابة توجهي كلمة شكر اللي خلاكي ترسمي لوحة حلوة زي دي، توجهيها لمين؟
اشكر ربنا طبعا اولا ان هو خلقني بصفات عديده وحاجات حلوه كتير، واشكر مامتي طبعا ان هي واقفه ورايا وتعتبر العمود الفقري بتاعي وتاج راسي طبعا، ومشجعاني وهي اللي واقفه ورايا دايما. واشكر اهلي، تيتا واختي الصغيره وخالاتي وخالي، اشكرهم طبعا كلهم عشان واقفين طبعا ورايا وبيشجعوني دايما. انا بشكرك وربنا يخلي لك مامتك اللي مخليكي توصلي لحاجه جميله زي كده. ميرسي يا حبيبتي. من داخل المعرض قابلنا الفنان الموهوب الصغير، عرفني بيك. اسمي مالك احمد رشاد، عندي 6 سنين. مين شجعك على الرسم؟ دكتور هبه وماما وبابا. كلمني بقى عن لوحتك الجميله دي. رسم بحر. رسم بحر؟ ايه الالوان بقى اللي استخدمتها في البحر ده؟ ازرق واسود واصفر واورنج. لو حابب بقى توجه كلمه شكر اللي خلانا نرسم لوحه حلوه زي دي، توجهها لمين؟ بابا وماما ودكتور هبه. ميرسي يا حبيبي على اللقاء الجميل ده. شكرا. داخل المعرض قابلنا الفنانه الجميله، عرفيني بيكي. يارا محمد سيد، 8 سنوات. كلميني عن لوحتك الجميله دي يا يارا. عملت منظر طبيعي للكون بتاع ربنا سبحانه وتعالى، عملت بالالوان الاكريليك وعملت كشجر وارض كده وخضره، وعملت هنا الجبال باللون البني كانها بعيده، وعملت بحر بمركب، وعملت هنا سماء صافيه وكده بقى كمنظر. لوحه جميله جدا. مين اللي شجعك على الرسم؟ وبابا الدكتور محمد وماما. طيب بتحبي الرسم اصلا؟ اه. لو عايزه بقى توجهي كلمه شكر اللي خلاكي ترسمي لوحه حلوه زي دي، توجهيها لمين؟ ربنا سبحانه وتعالى وبابا وماما. ميرسي يا حبيبتي ليكي. ممكن حضرتك يا دكتور محمد تقول لنا كلمه ليها تشجيعيه؟ شكرا ليكي استاذه ياسمين. والله ده توفيق من ربنا سبحانه وتعالى، ولكن دايما احنا بنقول ان الفن ده حاجه من ربنا سبحانه وتعالى، ودي موهبه من ربنا سبحانه وتعالى، فلازم نخلي اولادنا فنانين وعنا عليهم، لان فعلا الفن ده احساس ومشاعر، وننمي الموهبه عند المتخصصين. وانا شفت يارا بصراحه كل ما اروح المرسم تيجي معايا، فوجدت عندها الموهبه، فالحمد لله رب العالمين، توفيق من ربنا ان هي بدات بتقلدني في كل حاجه. شكرا ليكي. ميرسي على اللقاء الجميل ده. ميرسي لحضرتك. شكرا استاذ. ميرسي ليكي يا يارا. شكرا. من خلال المعرض معانا الفنانه الصغيره الجميله، ممكن تقولي لي اسمك؟ ممكن يا مكه تقولي لي لوحتك عباره عن ايه، او مامة مكه تقول لنا؟ ورد. هي بتحب الورد جدا، فهي قررت اللي هي اختارت الرسمه ديت، يعني اللي هي ترسم ورد. ايه الالوان اللي هي استخدمتها في اللوحه؟ الاصفر والاحمر والبني مع الاورنج. تحبي الرسم يا مكه؟ اه. مين شجعك بقى على الرسم يا مكه؟ ماما يا بابا. ماشي. لو حابه بقى توجهي كلمه شكر اللي خلاكي ترسمي لوحه حلوه زي دي، تقولي لمين؟ ماما يا بابا. حضرتك تحبي توجهي لها كلمه؟ هي مكة متميزة جدا في الرسم، هي مشتركة في حاجات كتير جدا، في سباحة، كاراتيه، جمباز، بس هي أكتر حاجة متميزة فيها جدا هي الرسم والجمباز، فأنا أتوقع عليها تبقى رسمها بجد حلوة قوي. ميرسي ليكي على اللقاء الجميل ده. شكرا. عفوا. شكرا. داخل المعرض قابلنا الفنان اللي بيشارك معانا دايما في كل المعارض، عرفنا بنفسك أكتر. محمد مصطفى، عندي 10 سنين. كلمني عن لوحتك يا محمد الجميلة دي. مباني ومسجد وقمر. ايه الألوان اللي انت استخدمتها فيها؟ أكليك. تحب الرسم؟ اه. مين اصلا شجعك على الرسم؟ ماما وبابا دكتور هبه. طيب بقى لو حابب توجه كلمه شكر للي خلاك ترسم لوحه حلوه زي دي، توجهها لمين؟ ربنا وماما ودكتور هبه. ميرسي على اللقاء الجميل ده يا محمد. ميرسي. من داخل المعرض قابلنا الفنانه الجميله، عرفيني بيكي. انا محمد. كلميني عن لوحتك الجميله دي يا هنا. انا بحب المنظر الطبيعي فرسمت منظر طبيعي. ايه الالوان اللي استخدمتيها في اللوحه؟ الوان ميه. بتحبي الرسم؟ اه. مين شجعك بقى على الرسم؟ ماما ومساعدة الدكتورة بقى. طب لو حابه بقى توجهي كلمه شكر اللي خلاكي ترسمي لوحه حلوه زي دي، توجهيها لمين؟ ربنا وماما ومساعدة الدكتورة هبه. والدة هنا ممكن تقولي لها كلمه تشجيعيه ليها؟ نفسي تثق في موهبتها لانها فنانه صغيره، فعلا دكتور هبه ساعدتها انها تطلعها على لوحه جميله زي دي، وميرسي جدا ليكي. ميرسي لحضرتك على اللقاء الجميل ده. انتي اجمل. ميرسي ليكي. ميرسي. من داخل المعرض قابلنا الفنانه الصغيره، عرفيني بيكي. مريم الشيخ. كلميني عن لوحتك الحلوه دي. رسمت بنوته بشعر كيرلي. ايه الالوان المستخدمه فيها؟ اكريليك. اكريليك. تمام. مين بقى شجعك اللي على الرسم؟ ماما وبابا ودكتورة هبه.
بتحبي الرسم؟ لو حابه بقى توجهي كلمه شكر اللي خلاكي ترسمي لوحه حلوه زي دي توجهيها لمين؟ ربنا وماما وبابا ودكتور هبه. ميرسي يا حبيبتي على اللقاء الجميل ده. شكرا. خلال المعرض معانا الفنانه الجميله، عرفيني بيكي. وعد. اسمك ايه؟ وعد. ممكن مامة وعد تكلمنا عن لوحتها الجميله دي؟ هي وعد بتحب القطط جدا، فهي اللي قررت اللي هي ترسم قطه، فهي اختارت الالوان ومساعدة طبعا ميس دكتور هبه ساعدتها كتير جدا اللي هي تعرف ترسمها كويس يعني. حلوه جدا اللوحه. بتحبي الرسم؟ مين شجعك على الرسم؟ ماما بابا دكتور هبه. لو حابه توجهي لها كلمه توجهي لها ايه؟ هو انا اتمنى لها ان هي تبقى فنانه جميله جدا في المستقبل، وده طبعا اكيد هيحصل ان شاء الله يعني بمساعده دكتور هبه، هي دايما بتشجعها وبتديها حافز كبير. ميرسي جدا اللقاء الجميل ده. ميرسي ليكي. ميرسي ليكي. ميرسي. داخل المعرض قابلنا الفنان الموهوب، عرفني بيك. محمد هشام 14 سنه. كلمني عن لوحاتك دي يا محمد. عملت لوحة منظر طبيعي بخضرة ونخل ومية، بالون مية. تمام، واللوحة التانية؟ عباد شمس. ايه الألوان اللي استخدمتها في اللوحة؟ لون مية. تمام. مين شجعك أصلا على الرسم؟ بابا وماما ودكتور هبة. تمام. بتحب الرسم أصلا؟ ليك هوايات تانية غير الرسم؟ أيوة، كورة وسباحة. طب لو حابب بقى توجه كلمة شكر اللي خلاك ترسم لوحة حلوة زي دي توجهها لمين؟ طبعا شكر كله ربنا وبابا وماما ودكتور هبة. ميرسي لحضرتك على اللقاء الجميل ده. شكرا. وفي النهاية طبعا تم تكريم كل المشاركين والمشاركات من الفنانين والفنانات، خصوصا الأطفال الجمال قوي اللي أبهجوا وعملوا حالة جميلة جدا من البهجة والسعادة لكل رواد المعرض داخل كلية التربية النوعية جامعة عين شمس. تم تكريمهم بشهادات التقدير المعتمدة من الجامعة، وكمان دروع التكريم اللي هم يستحقوها عن كل أعمالهم الجميلة الرائعة. كمان منساش أقدم كل الشكر والتحية والتقدير لكل فريق العمل والتنظيم من الشباب والبنات اللي قاموا على تنظيم هذا المعرض لإخراجه بهذه الصورة المشرفة الجميلة. كلمني بقى، عملت ايه النهارده في المعرض؟ هو النهارده فعلا المعرض كان جميل. كنا جايين ننظم المعرض اللي هو عشان الاطفال اللي موجوده، وعشان اللي هو يعني حابين ان احنا نفرحهم، حابين نخليهم يستمروا في المجال دوت، ان هم يكملوا في الفن، لان هو حاجه جميله قوي بجد، وان هم يستمروا دي حاجه هتبقى عظيمه ليهم وشرف ليهم لما يكبروا. كلميني عن المعرض النهارده. احنا نازلين تبع دكتوره هبه. المعرض كان حلو جدا، وهي بتهتم بالاطفال جدا، وان هي تطلع اهتماماتهم والفن اللي جواهم. كان حاجه حلوه جدا بصراحه، احنا اتبسطنا قوي. تحبي تقولي بقى ايه النهارده للوحات دي؟ الصراحه اللوحات كلها جميله جدا ومعموله يعني بطريقه حلوه، واشراف دكتوره هبه والمنظمين معاها، وكل حاجه في اللوح مظبوطه ما شاء الله، ما يبانش ان دي موهبه اطفال، لا ناس اكبر من كده، وبجد حاجه جميله. تحبي تقولي لنا كلمه ايه النهارده في المعرض؟ هو بجد اليوم كان جميل على المستوى الشخصي وعلى مستوى الشغل يعني وكده. مش بس انا رسمه لوحه معاهم، لا انا كمان منظمه المعرض. دكتور هبه تعبت معانا جامد عشان نطلع اليوم بالشكل الجميل دوت، ان كل الاطفال تتبسط واولياء الامور كمان اللي معاهم يتبسطوا ويبقوا مبسوطين. وحابه اقول لهم كلهم عشان انا عارفه الاطفال كلها اللي موجوده ومشاركه المعرض، احب اقول لهم ان انا فرحانه ومبسوطه بيهم جدا جدا جدا، وان شاء الله اشوفهم فنانين كبار وبس. ميرسي ليكي جدا. ميرسي ليكم كلكم. شكرا. كل الشكر والتحية والتقدير لكل أولياء الأمور، للأم اللي هي واقفة جنب ولادها، للأم اللي ربت وعلمت وكمان نمت الموهبة، كمان بتساند كل أبنائها عشان خاطر تجني ثمار تعبها في المستقبل إن شاء الله، خصوصا في موهبتهم الجميلة الرائعة وهي موهبة الرسم أو الفن، لأنه أصل الحضارات. كل الشكر والتحية والتقدير للأم المصرية، للمرأة المصرية التي تقف جنبا إلى جنب في محرابي العلم والعمل بجانب الرجل. وفي النهاية يسعوني أن نتقدم بخالص الشكر والتحية والتقدير إلى منظم هذا المعرض الرائع الجميل،
واللي هي قدرت فعلا تنمي كل المواهب الجميلة، كمان قدرت تبعث كل الحالة الإيجابية داخل نفوس الأطفال، كمان قدرت ان هي تعمل على إخراج كل مواهبهم الجميلة الرائعة في هذا المعرض المشرف عشان خاطر يقدروا يقدموا كمان من كل إبداعاتهم الجميلة باستخدام الريشة والألوان والظل والنور. قامت بتدريبهم وتعليمهم على أكمل وجه الدكتورة هبة محمود على انهم ان شاء الله في المستقبل يكونوا فنانين ويحملوا الراية لمصرنا الجميلة الحبيبة. وفي نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين أرجو أن تكون كل فقراتنا قد نالت إعجابكم، على أننا منتظرين تبعتوا لنا كل مشاكلكم، كل مواهبكم، كل حالاتكم الإنسانية على صفحتنا على الفيسبوك برنامج سامي والناس، أو صفحة سامي الرسام، أو تبعتوا لنا كل فيديوهاتكم على رقم الواتساب ب 012 اللي موجود على الشاشة. على أمل ألقاكم إن شاء الله في الأسبوع القادم إن كان في العمر بقية، وإلى اللقاء.